بسم الله الرحمن الرحيم. يعني احنا الاخوان المسلمين في السويس النهارده يعني طبقا للقرار العام لجماعه الاخوان المسلمين قررنا ان احنا ننزل الشارع ونشارك في هذه المظاهرات، وذلك من خلال ان احنا بنقول لابد ان احنا نقف مع الشرعيه الدستوريه، وان احنا لابد نقف لحمايه الثوره واحساسنا بان الثوره بتتسرق، وان في التفاف على مبادئ الثوره وعلى مطالب الثوره كان بيتطلب منا ان احنا لابد النزول. هيجي حد يسال طب في المليونات السابقه ليه ما نزلتوش؟ لان كان الشعار اللي مرفوع في السابق الدستور اولا، وهذا انقلاب على الشرعيه وانقلاب على التعديلات الدستوريه وعلى الاستفتاء اللي الاغلبيه قالت موافقه على الاستفتاء، فكانت المليونات السابقه عشان الدستور اولا، وده بيخالف الاستفتاء وبيخالف الديمقراطيه ومبادئ الديمقراطيه، وبذلك احنا ما كناش بننزل. اما وان الجميع الان قد استشعر ان الثوره تسرق وان مطالب الثوره لم تنفذ حتى الان، وان الجميع متحد على الوقوف لحمايه الثوره ومطالبها، فنحن معهم وسنظل معهم وهنفضل موجودين في الشارع. وايضا علشان احنا حاسين ان في تباطؤ النهارده في العداله وتباطؤ في المحاكمات، وفي حاسين عمليه دلع من الحكومه ومن المجلس العسكري لحسني مبارك وفلول النظام السابق. احنا بنقول لا، عاوزين ناكد على لابد من سرعه المحاكمات. اهالي الشهداء النهارده المكلومين لما بنحس ان في ناس قتله وناس متهمه بالقتل ياخدوا اخلاء سبيل، هذا امر لا يصح ابدا، وانما بنقول لابد ان هؤلاء كانوا يفضلوا في السجن لغايه ما القضاء يحكم، اللي يطلع منهم بريء يطلع، اللي يدام منهم يخش السجن. اما ان يطلع هؤلاء الناس واهالي الضحايا المكلومين يفضلوا واقفين كده، فاحنا بنقول لابد يبقى في محاكمات سريعه لهؤلاء الناس. ايضا شايفين ان في تباطؤ في التعامل مع اسر الشهداء، قالوا هيصرفوا تعويضات وهيقفوا جنبهم، لغايه النهارده ما حصلش هذا الكلام، فكان لابد ان احنا نقف. ايضا انا شايف ان في ما زال فلول النظام واقفه، فلول النظام بتحارب الثوره، والدليل على كده ان احنا في هذه الوقفه النهارده المليونيه في ميدان ال40 ميدان الشهداء بالسويس. انا شايف ان في احد البلطجيه طلع الطبنجه وضرب نار واصاب احد اللي موجودين، ولكن الحمد لله الشباب الواعي قبض عليه وضربوه واتسلم للجيش، ففلول النظام موجودين حتى الان، وهذه الفلول معروفه لدى الشرطه ومعروفه لدى القوات المسلحه. فانا بقول لابد ان احنا نعمل هجوم على هؤلاء الناس ويتمسكوا ويتحاكموا ويتحبسوا علشان ما يبقاش فيه النهارده اللي بيحصل في الشارع. ايضا عشان الشرطه اللي ما زالت متقاعسه حتى الان، وبنسمع كل يوم من وزير الداخليه ان هيحصل تطهير للشرطه، والحركه الجايه فيها 80% تطهير و80% مش عارف من الفاسدين. لما انتوا عارفين ان في فاسدين من الشرطه من اول الثوره حتى الان، لماذا لم يخرجوا من الشرطه حتى الان؟ لماذا لم يحاكموا؟ هذا امر يعني احنا بنستغربه. في تقاعس شديد جدا من الشرطه، لابد ان يبقى الشرطه ليها وقفه اخرى، وبذلك احنا نازلين مصرين على ان يبقى في تفاعل اكثر من كده، وفي تعامل من الشرطه افضل من كده، وينزلوا الشارع وبلاش دلع، بلاش دلع من الشرطه. اللي مش عاوز يشتغل يروح بيته يقدم استقالته، والشباب موجود وعلى استعداد انه يخش ياخد دورات 6 شهور سنه ويشتغلوا في الشرطه. المحامين موجودين وشباب كليات الحقوق وغيرهم يخشوا ياخدوا تدريبات ويطلعوا يشتغلوا مكان الشرطه، وساعه ما يحصل ده هم غصب عنهم هينزلوا الشارع. في حاجه اسمها دلع، ما يتدلعوش علينا، دول مواطنين من الشعب، اذلوا الشعب فترات سابقه، لكن لابد ان هم ينزلوا، والنهارده احنا الشعب بيسامحهم وبيتعامل معاهم كويس، ينزلوا بقى يبطلوا دلع. احنا مش هنسيب المطالب بتاعت الثوره، وطالما المطالب موجوده وطالما المطالب ما بتتحققش سنظل في الشارع مع الشرعيه الدستوريه، مع الشرعيه القانونيه، مع شعب مصر، مع شعب السويس العظيم. هنستمر ونطالب بمطالبنا ونقول ان شاء الله الثوره هتحقق مطالبها، وعندنا امل كبير قريبا جدا ستتحقق مطالب الثوره بالكامل. وشكرا.